السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن صحة وافضل حال، اللهم امين. فيديو جديد على القناة، فيديو السوق. ان شاء الله كل اسبوع كده هنزل لكم بفيديو السوق عشان كل واحدة لسه ما جابتش حاجة السوق بتاعتها او السوق بتاعها بعد السوق بتاعي يعني، او في اي يوم مختلف تبقى عارفة الاسعار، تبقى عارفة هي نازلة على ايه وهتشتري ايه وكده. طبعا بيبقى فيه اختلافات، بس طبعا مش اختلافات كبيرة يعني، بتبقى اختلاف مثلا جنيه او 2 جنيه. وبرضو عايزاكم تحت تنزلوا لي في الكومنتات ان انتوا تكتبوا لي الاسعار بتاعه الحاجه اللي انتوا بتشتروها، عشان برضو نبقى عارفين يعني الرينج بتاع الحاجه اللي احنا بنشتريها لكل مدينه ولكل قريه عامله ازاي. ونشوف يعني احنا ايه اللي احنا فيه لان بصراحه الله يعين كل ام وكل اب على اسرتهم، لان الدنيا يعني انا عايزه اقول لكم ان السوق اللي فات سعر والسوق ده كمان سعر تاني خالص، بتلاقي فيه كده زياده في الاسعار كده، زياده رهيبه يعني. فالنهارده بقى اشتريت شويه فاكهه بساط وشويه خضار بساط، بس دفعت مبلغ مش بسيط خالص يعني، فالله المستعان، ربنا يعيننا يا رب على اللي احنا فيه. جبت بلح، جبت كيلو البلح الاصفر ده اول مره اشتريه، وحسيت شكله حلو كده يعني. بصراحه انا بخاف اشتري البلح الاحمر دلوقتي، او معظم اللي اشتريته في الفتره دي بيشرق، اللي هو اللي بيقف في الزور ده. فالبلح الاصفر بصراحه دوقته عند ماما لقيت طعمه حلو، فده اللي شجعني ان انا اشتريه يعني. جايبه في كيلو فيه ب20 جنيه، وجبت كمان البطاطس اللي هي الحمرا دي، جبت ال2 كيلو ب25 جنيه. في بطاطس في السوق سعرها قليل شويه، بس خدوا بالكم عشان هي ساعات بتكون بطاطس سكري، اللي هي بتتحرق كده في الزيت. فالبطاطس اللي انا جايباها ال2 كيلو ب25، وجبت كمان كيلو خيار الكيلو ب15 جنيه. وجبت العنب اللي هو العنب الاحمر الكريس ده، كان عامل الكيلو ب25 جنيه. فالله المستعان زي ما قلت لكم يعني. والله دلوقتي الواحد بقى بينزل دلوقتي عشان يشتري كيلو اي فاكهه، يعني ما بيعديش ال20 كيلو الفاكهه، لازما في 25 30 بقى وانت طالعه كده. المانجا بقى اللي بصراحه يعني كل سوق يعني بتدهشني. المانجا دي كنت قالت لي ب35، بس هي نزلت لي في السعر شويه، جبتها لي ب30 يعني، فجبت 2 كيلو شويه، دفع فيهم 65، 3 وحدات. الكمثرى السوق اللي فات كانت ب15، السوق ده لقيتها ب20، فجبت 2 كيلو ب40 جنيه. وكل يعني هي ناشفه جميله بصراحه، طعمها جميل قوي، بس شكلها مش يعني شكلها مش جذابه يعني. الليمون ده بقى عشان ما عنديش ليمون خالص، فجبت نص كيلو ليمون ب5 جنيه. اما بالنسبه للطماطم، فانا ما عنديش صلصه، مش عارفه اعمل ايه، اول مره يبقى الفريزر عندي كده ما فيهوش صلصه، فبضطر ان انا اشتري طماطم بقى طريه شويه. فبحتاج ان انا اقسم يعني، اشتري مثلا نص طري ونص ناشف. فالطماطم عامه يعني الطري والناشف الاتنين ب15 جنيه، فاشتريت 2 كيلو ب30 جنيه. 3 ربط خضره. الخضره دايما بتدوجنا برضو في اليومين دول. 3 ربط خضره دول التلاتة ب9، وربطة الملوخية ب4 جنيه. 3 ربط الجرجير كانوا عاملين 5 جنيه. وده سمك، سمك بلطي، كان عامل الكيلو كان 70 جنيه، 3 سمكات كده. الراجل حتى يعني ما قشر يعني، ما نضفهمش كويس، انا ما خدتش بالي، بس هما يعني قلت له نضفهم كويس، بس مش عارفه كنت يعني بعمل ايه كده جنبه. قلت له حاجه خدهم، وللاسف هو ما نضفهمش، ما شالش القشر اللي عليه يعني. ف جيت انا بقى نضفته يعني، ونقعته بليمون وظبطته يعني اخر تظبيط وكده خلاص. ودي يا حلوين بتكون المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده من السوق. طبعا كان في حاجات كتير طبعا ما سالتش عليها، وفي حاجات برضو سالت عليها واتصدمت يعني من سعرها وسبتها. بس انا كل فتره كده بحب اجيب الحاجه اللي بتكفيني بس الاسبوع يعني، وبعد كده اشتريت مثلا النهارده السوق ده محشي، السوق الجاي مثلا بشتري بدل ما اشتري بتنجان اشتري كرومب، وهكذا. فنحاول ان احنا نظبط ميزانيتنا عشان برضو ما تخرمش مننا، ونحاول ان احنا نمشي بيتنا على قد ما قدرتنا. وان شاء الله ربنا كريم، وان شاء الله ربنا هيزيح الغمه اللي احنا فيها دي، قادر يا كريم اللهم امين. ربنا قادر على كل شيء، بس احنا ندعي يعني، احنا علينا دعاء وربنا عليه الاجابه باذن الله. فدي مشتريات السوق ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا فيها، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكمان لو ما عملتوش اعجاب للفيديو ده فانا هزعل يعني، انا هزعل وهجيب ناس تزعل معايا، وهتبقى زعلة كبيرة جدا. فلو ما عملتيش لايك لحد دلوقتي انزلي تحت اعملي لايك، وده طبعا فضلا وليس امرا.
اشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. مع السلامه.